السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في فيديو اليوم. وبغيت نقول لكم عواشر مباركة ورمضان كريم دخل علينا إن شاء الله بالصحة والسلامة وعليكم بإذن الله. اليوم إن شاء الله جيت نقربكم من أحد التجزئات اللي هي تقريبا على مشارف الانتهاء ديال التجهيز. أكيد هذه التجزئة لها ميزة، وبالنسبه للساكنه هنا في مدينه الداخله اكيد كتعرفها، ولكن الهدف من الفيديو ديالنا هو اننا نقربكم من التجزئه بالخصوص الناس يعني خارج الارض الوطن، وكذلك الناس اللي داخل ارض الوطن اللي كيبغيو سواء الاستثمار سواء السكن. بالنسبه للناس اللي كانوا كيتواصلوا معايا دائما كيقولوا لي باننا ديجا شاهدنا فيديوهات سابقه ليك كنتي تكلمتي لينا على النهضه، يعني من الاحياء اللي هي مجهزه ومحفظه، وتكلمتي لينا كذلك على المنظر الجميل اللي هي على مقربه من البحر. اكيد كنت قلت لكم بان النهضه شيئا ما يعني ماشي بداك القرب اللي كاينه به تجزئه المنظر الجميل، ولكن هذه التجزئه الميزه ديالها انها قريبه جدا وتماثل نفس المسافه ما بينها وبين البحر، تقارن يعني المنظر الجميل. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني ونكون عرفت نوصل لكم الفكره، وان شاء الله باذن الله تعالى في هذا الفيديو غادي نحاول انني نقربكم يعني من المساحات المتواجده، وكذلك حتى بالنسبه للاثمنه اللي كتبدا ملي كنقولوا ابتداء من اذا كنقصدوا سكني ثم شبه تجاري ثم تجاري باذن الله تعالى، وكذلك كما قلت لكم المساحات. وكذلك غادي نحاول انني نقربكم بالنسبه للناس اللي كما قلت ان هذا الفيديو موجه سواء الناس مدينه الداخله او لا حتى يعني خارج مدينه الداخله، بالنسبه للناس المستثمرين او لا حتى الناس اللي بغاو يسكنوا هنا في مدينه الداخله وكيقلبوا على شي احياء تكون يعني جديده وقريبه من البحر. اذا مشاهدي الكرام، الان ان شاء الله غادي نبداو في هذه الجوله باذن الله تعالى. وقبل ما تنساوناش من اللايكات ديالكم، وكذلك بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا اول مره القناه انكم تشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما كل جديد. وما نساش انني نذكركم برقم شركه العقارات الظاهر امامكم، وسيتكم سيسنيروس اللي هي خاصه يعني كما قلت لكم بالعقارات، سواء عندكم يعني منازل اراضي للبيع، سواء بغيتوا تشريوا او لا بغيتوا تبيعوا، ما عليكم الا انكم تواصلوا معنا على هذا الرقم، وحنا ان شاء الله كنجاوبوا يعني جميع الاتصالات وجميع كذلك التعاليق هنا في القناه. والان مشاهدي الكرام، يلا معنا ان شاء الله في هذه الجوله نتعرفوا على التجزئه. متابعي الكرام، غادي نحاول ان شاء الله انني نعطيكم كذلك يعني نظره عن طريق جي بي اس. كما كتلاحظوا معنا هنا مدينه الداخله شبه جزيره اكيد، وهنا غادي نحاول انني نقربكم كذلك من هذه التجزئه اللي كتلاحظوا معايا الان على الصوره. الا لاحظتوا يعني في بدايه الفيديو جيت انا مع هذه الطريق هذه، هنا كاينه اداره خاصه بالشرطه، وهنا جينا عند رومبوان. اذا هاد التجزئه كاينه في هاد البلاصه هذه اللي هي يعني النهضه 1 شطر 3 كما كتلاحظوا معايا في هذا المكان اللي هي على مقربه ومباشره على البحر، وكذلك بجوارها النهضه 99 معروفه بهذا الاسم كما كتلاحظوا معنا، وكذلك كاينه من الناحيه الثانيه مدينه الوحده او حي الوحده اللي كذلك هو يعني حي ما شاء الله يعني ممتلئ على آخره كما كتلاحظوا معايا. كنتمنى أن الصورة تكون واضحة. فكما تشاهدون متابعي الكرام، تجزئة النهضة 1 شطر 3 كما كتلاحظوا معايا هي يعني هنا كنحاول أنا نعطيكم يعني من جميع الزوايا. هنا يعني البحر جا ورايا، وهنا جات هاد التجزئة هذه ديال المعروفة باسم المطرح البلدي، جات بين يعني النهضة 99 اللي سبق وتكلمت عليها، يعني فيها تحفيظ كذلك. المساحه يعني من هذا الاسم هذا غتعرفوا بان الاغلبيه ديال القطع الارضيه هي مساحه شبه يعني متشابهه، المساحه ديالهم 99 متر. ومن الجانب الاخر جات حي الوحده او مدينه الوحده
كما كتلاحظوا معايا على اليمين ديال هاد التجزئه هذه، وكذلك هنا تجزئه النهضه الشاطر 3 هي هذه. هذا هو المدخل ديال هاد التجزئه كما كتلاحظوا معايا. كما تلاحظون معي الاشغال مستمره بالتجهيز، يعني بقاو فقط يعني بعض اللمسات الاخيره لهذه التجزئه باذن الله. واكيد هنيئا للمستثمرين بهذه التجزئه مما لا شك فيه. لاحظوا معايا المقارنه، دابا هذا حي حتى هو يعني نقولوا شيئا ما جديد. وعلى ذكر باش نمشيو مع الصوره، هنا شارع دوبل فوا، شارع 30. نوقفوا على جنب ونتحدثوا في موضوع الثمن باذن الله. فبالنسبه للاثمنه ديال السكني كيبدا من 34 مليون 36 مليون سنتيم. وغادي اكيد نخلي الدرهم هنايا مكتوب، وجميع التفاصيل تكون مكتوبه في حاله الا غفلت على شي معلومه. فبالنسبه لهاد التجزئه هذه كما قلت لكم، يعني القطع الارضيه بها كيبداو من 34 36 مليون فما فوق. كاين نفتح واحد القوس، كاين بعض الناس كيقول لك لا بزاف هاد الاثمنه اللي كنسمعوا ولا كنشريو نيت غير في الداخل وهذا الى اخره. انا ما كنحترم الجميع، وعلى فكره هاد الاثمنه ما كنجيبهمش من راسي، وانما هاد الاثمنه هما اللي كاينين في السوق، يعني ما دايرهم لا انا لا غيري. فهمتوني؟ هذه نقطه. وكمقارنه علاش قلت لكم ممكن انكم تستثمروا فيها، او ممكن السكن انك تسكن هنا وسط المدينه، يعني ما بعيدش عليك المرافق. غير تبارك الله هاد الشارع اللي هو ديال دوبل فوا، شارع 30، راه ما شاء الله راه فيه تقريبا جميع المرافق، يعني فيه مركب، فيه حمام، فيه ادارات، فيه مسجد، فيه يعني فيه بزاف. فبالمقارنه هاد الحي مع هاد الحي اللي هو النهضه 99 كما كتلاحظوا معايا، راه هنا السكني بادي من 40 مليون سنتيم. فهمتوا الفرق؟ يعني الشخص اللي غادي، ملي كنقول الاستثمار، الشخص اللي غادي يشري هنا مثلا ب 34 مليون او 36 مليون، راه فوا غادي يكمل التجهيز وغادي يبدا البني، ثقوا بيا ان الثمن سيعادل هاد التجزئه هذه كما كتشاهدوا معايا اللي هي النهضه 99، اللي هي الثمن ديال السكني كيبدا من 40 مليون. فهمتوني؟ يعني ما يقارب 5 6 7 المليون كربح اضافي، يعني تشري وتعاود فيها البيع. فهمتوني؟ فكنتمنى ان الفكره تكون واضحه، بحكم ان الناس كيبغيو يعني يستغلوا بعض الفرص اللي هي استثماريه في القطع الارضيه، وهذه فرصه. ما كنتيش باغي تسكن، ممكن انك تشري وتعاود تبيع. غادي تشري، يعني ما انا عطيتكم غير مثال اللي هو سكني، وكاين ما فوق، كاين عاوتاني التجاري، كاين شبه تجاري، كاينين الشوارع. انا غادي ان شاء الله كما قلت يعني في بدايه الفيديو غنحاول نعطيكم هنا في الجانب ديال الصوره يعني الكروكي الكبير ديال هاد التجزئه، باش تعرفوا على الاحياء فيها شنو اللي كاين فيها بالضبط الى اخره، والمرافق اللي كاينه فيها. والموقع ديالها مميز، يعني الموقع ديالها قريبه جدا من البحر، يعني ما بعيداش. والسؤال دائما اللي كيكون متكرر هي شحال تقريبا غادي يكون في العلو ديال البني. اكيد غيكون ار بلس 2، ماشي بحال هاد الشارع هذا، هاد الشارع دوبل فوا، هاد الشارع دوبل فوا كاين فيه ار بلس 3 حاليا. ممكن ان يكون اكثر مستقبلا، ولكن حاليا ار بلس 3. بالنسبه لهاد التجزئه هذه فهي الار بلس 2. كما قلت لكم ممكن ان الناس تستغل الفرصه حاليا ديال يعني مازال في طور التجهيز والاثمنه في المتناول. في حاله الا كان اكيد هو 5 6 7 حتى ل10 المليون، اكيد ماشي شي ربح كبير، ولكن اما احسن تستثمرها
في واحد الارض وتربح هذا المبلغ، يعني ما كنظنش ان غادي ديباسي حتى 6 شهور حتى العام كاع ماكسيموم مثلا، وغادي تربح هذا المبلغ افضل من انها تبقى لك يعني في لا بنك محطوطه. فهمتوني؟ المهم هذه هي الفكره ديال يعني كنتقاسم معكم هاد الافكار اللي هي مربحه للمتابعين، بحكم انكم عزاز دائما كنحاول انني نقرب لكم يعني الحاجه اللي هي مفيده للجميع. وتحيه كبيره الناس اللي كيشتغلوا يعني على تجهيز هذه التجزئه، اي العمال اليد العامله، تحيه كبيره. اذا مشاهدي الكرام وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله انه يعني تنال الاعجاب ديالكم هذه الجوله، وتكونوا كذلك تعرفتوا على هذه التجزئه. نلقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله تعالى. ما تنسوناش عافاكم من اللايكات ديالكم اللي بهم ان شاء الله كنتشجعوا ونعطيكم المزيد. الى جوله قادمه بحول الله تعالى. دمتم في امان الله وحفظه، وعواشر مباركه.